wannan da nawa yake? Wannan naira shi nawa? Wannan naira shi nawa? Wannan da nawa yake? Okay. Hello. مرحبا. مرحبا. السؤال عن أو كيف تسأل عن أسعار الأشياء. أوكي. كما قلنا ون هذا أو هذه، ويحدد بعد أو في المفعول به في نهاية الجملة يحدد عما إذا كان مفرد مذكر أو مؤنث للمفرد. وهنا سنأخذ للجمع وإن أو ودن، يعني تختلف مثل العربية. هناك اللهجة المصرية السودانية تجد أن بعض الكلمات التوت ولكن لم تلتبي مع المعاني يعني. مثلا نقول إيدا في مصر، وفي السودان نقول دشنودة. أوكي هكذا يعني. لكن لا زال بإمكان الاثنين أن يتفاهما يعني ويفهما بعضهما باللهجة. وإن ودن ون. أوكي. ون أشير إليه مثلا نقول ونن دنوا، ونن دنوا. كم ثمن هذا؟ أوكي. 2 مثلا الكوب والسانيتايزر. وإن دنوا. أوكي. هذه طريقة. أو باختصار أختصر وأقول وإن نيرا نوا، أو أقول نيرا السنوا. كم ثمنه؟ هذا حرفيا يعني نيرا السو نوا دون أن أشير إليهم يعني بهذا أو ذاك. نيرا السنوا يعني نيرا، تعرفون. فصارت نيرا ليس فقط عملة نيجيريا، فصارت في كل مناطق أو الدول التي يتحدثون بها الهوسة يقولون للمال للفلوس بالهوسة نيرا. أوكي. فنيرا السنة يعني كم ثمنهم. كم ثمنهم. أوكي. نيرا السو نوا. فيقول لك نيرا السو ثمنهم، وبعدها يعطيك أو يقول لك الرقم. نيرا السو 5. إذا تحدثت العربية كما قلت لك أن يمكن أن تستخدم العربية في عدة مناسبات يعني، أو في عدة جمل وتركبها مع الجمل وسيفهم عليك أيضا. وأنت أيضا يمكن أن تسمع أنه يستخدم معك بعض الكلمات العربية في الحديث. أوكي. مثل في الأرقام مثلا 20 هي 20 إلا أنه ليس لدينا حرف العين في لغة الهوس. حرف العين ليس لدينا. أوكي. فيقول لك بدل حرف العين يقول إيه، أو هو مثل حرف الإيه في اللغة الإنجليزية. سأقول لك 20 أي 20 أو 20. أوكي. نيرا 20 يعني 20 جنيه، 20 دولار، 20 هكذا. نيرا 20 يعني 20 نيرا. أوكي. نيرا 30، نيرا 40. الأعداد اسمها شو؟ عشرات، أحد عشرات. العشرات والألوف ستكون لك سهلة أكثر من أنك تحفظ من 1 إلى 20. سبحان الله. وهذا الأمر رأيته أيضا في لغة المليالم.
رأيت أن الحفظ من 1 إلى 20 أصعب من أنك تحفظ كل باقي الأرقام. أوكي. wannan da nawa kam samanu hada au naira su nawa naira su nawa okay naira su nawa kam samanu okay wannan da nawa أيضا يمكن أن تختصر أيضا تقول فقط wannan da nawa هو سيفهم عليك مثلا أقول لك دب كم وأنا أقول أقصد أشياء هي أصلا أشياء كثيرة لكن أقول لك دب كم. أوكي. فتنظر إليه وتعرف أن مثلا هذا الشخص لا يتحدث مثلا عن العربية جيدة أو اللهجة لكنك ستفهم عليه في النهاية إذا استخدمت مفرد بالجمع أو هكذا. أتمنى يكون الدرس واضح يعني.